ازيكم عاملين ايه وعيد سعيد عليكم. النهارده الفيديو المنتظر وهو تجهيزات العيد. هنعمل مع بعض تجهيزات العيد كامله، عنايه بالبشره وعنايه بالشعر، عنايه بالضوافر والايدين وعنايه بالجسم. واحسن حاجه في فيديو النهارده ان معظم الحاجات اللي هنعملها من مكونات طبيعيه، فكلكم تقدروا تعملوها في البيت. وحتى لو الفيديو ده طلع لك ليله العيد ان شاء الله كل الوصفات النهارده هتجيب معاكي نتيجه من اول استخدام. فيلا بينا نبدا، وهنبدا بالعنايه بالشعر. احنا قررنا السنه دي نعمل حنه لشعرنا، فدلوقتي هنحضر الميه اللي احنا هنعجن بيها الحنه. اول حاجه جبنا ميه، والميه بتكون على حسب كميه الحنه وعلى حسب طول الشعر وتقله. فاحنا جبنا الميه حطينا عليها قهوه سريعه الذوبان و2 باكت شاي، وحطينا عليها كاكاو خام، اهم حاجه ما يكونش محلى، وقلبناهم كويس مع بعض. وطبعا الحنه بتتعجن بمليون طريقه، بس احنا اخترنا الطريقه دي بالذات علشان تدينا اللون البني في الاخر للشعر، وكمان علشان القهوه والشاي والحاجات دي ليهم فوائد كويسه جدا للشعر. احنا استخدمنا حنة 5 خمسات، دي حنة طبيعية ما فيهاش اي ملونات خالص. استخدمنا كيس ونص، هي الكيس كان 200 جرام، فاستخدمنا تقريبا يعني حوالي 300 جرام حنة لشعرنا احنا الاتنين. وطبعا غلينا المية اللي كان فيها القهوة والشاي وصفناها وعجلنا بيها الحنة، وبرضو عملنا مية كده بمنقوعة كركديه علشان برضو تدي لون كده بني محمر شوية. وزودنا على الحنة خل تفاح وليمونة علشان اللون يثبت في الشعر، وسبناها ساعة تتخمر. في ناس بتسيبها ممكن يوم كامل، بس الكيس اللي احنا جايبينه كان مكتوب عليه ان هي تتساب ساعة واحدة بس. والحنه اهم حاجه ان هي تتحط على شعر نضيف تماما، فاحنا غسلنا شعرنا كويس جدا بالشامبو، وحتى ما حطيناش ولا بلسم ولا زيوت ولا اي حاجه. لازم الشعر يكون نضيف قبل الحنه علشان الحنه تثبت في الشعر. لبسنا بقى جلافز عشان لون الحنه ما يجيش في ايدينا. واهم حاجه تكونوا عارفين ان الحنه مش بس بتلون الشعر او ان هي صبغه طبيعيه، الحنه نفسها مفيده جدا وبتقوي الشعر وبتعمل طبقه بتغلف كده الشعرايه. كمان مع المكونات اللي احنا حطيناها بيكون فيها مضادات اكسده وبيكون فيها فيتامينات ومعادن، فبتقوي الشعر وبتساعد بقى على تقليل التساقط. يعني اكيد انا مش هقدر اقول لكم الفوائد من هنا لبكره. حاطين اكياس السوبر ماركت وقلنا انا ما لقيتش بونيه يكفي الموضوع ده وهيتبهدل وكل حاجه بقى. هي عملت من هنا لون زي اورنج ولا ايه، انا مش عارفه. انت ليه قاعده انت فرحانه بيه يعني سايبه؟ لا ما انا هقوم اهو ان شاء الله خير. والحنه صبغت على ضوافرنا وايدينا رغم ان احنا كنا لابسين جلوفز، فيا ريت تبقوا تلبسوا 2 على بعض عشان لون ما يجيش في ايديكم. فلو شفتوا بقى في اي وقت خلال الفيديو ان في حاجه على ايدينا فاعرفوا ان دي الحنه صبغت في ايدينا. احنا هنلبس ده علشان تفضلوا بتحبونا بقيه الفيديو. واهم حاجه ان احنا نغطي شعرنا كويس جدا بعد الحنه علشان ما تنشفش على الشعر. ودلوقتي هنبدا فقره العنايه بالبشره، واحنا هنحاول على قد ما نقدر في الفقره دي ان احنا نقول لكم على حاجات تنفع لمعظم انواع البشره علشان ما فيش حاجه يكون حد عنده حساسيه منها او كده. فاول حاجه مسحنا بشرتنا بمايسيلر ووتر من السيرفل، ممكن تستخدموا اي تونر او ميه ورد لو بشرتكم مش بتتحسس منها. وبعدين هنغسل بشرتنا كويس جدا بالغسول تترا هيدرو اللي لونه بينك، ده للبشره الدهنيه انا بستخدمه، ومويست 1 للبشره العاديه او الجافه. استخدموا الغسول المناسب مع بشرتكم. ولو انتوا عايزين حاجه تنفع لكل انواع البشره وتنفع للاعمار الصغيره، في الصابونه دي هحط لكم صورتها على الشاشه، هي اصلا صابونه للاطفال فبتنظف الوش كويس جدا في نفس الوقت من غير ما تحسس البشره. بالنسبه للماسكات، احنا في الاول هنعمل زي تنظيف خفيف كده للبشره، فانا هحط ماسك بابانا الاسود اللي بالفحم وهحطه على مناخيري بس. وانا حطيت الماسك ده من امتنان، اسمه طمي البحر الميت، ده حلو قوي اللي بشرتهم دهنيه ان هو بينظف قوي الجلد من الدهون، هو مكتوب عليه ان هو منظف قوي للجلد. فانا برضو ما حطيتوش على الوش كله، حطيته على الاماكن الدهنيه بس في وشي، فهو تقريبا بيعمل نفس الغرض بتاع الماسك الاسود، بس ده مناسب اكتر اللي بشرتهم دهنيه. استنيته 10 دقايق كده ينشف وبعدين شطفته بالميه. والماسك بتاعي للاسف مش بيتغسل، بيتشال بالطريقه دي، وكان باين عليا جدا ان انا بعاني وانا بشيله، بس هو بصراحه النتيجه بتاعته تحفه. فشلته وبعدين غسلت وشي، وبعد كده هنعمل ماسك للهالات. واحنا في الماسك ده هنستخدم البطاطس، احنا بشرنا بطاطس وهناخد الميه بتاعتها بس. البطاطس من فوائدها ان هي فيها فيتامين سي، وكمان فيها انزيمات طبيعيه بتساعد على تفتيح تحت العين. وكمان هنستخدم الخيار برضو بيفتح تحت العين وبيرطب جدا، فاخدنا برضو الميه بتاعه الخيار ودمجنا مع بعض بقى كده الميه بتاعه الخيار والبطاطس وقسمناهم على طبقين، واحده هنعمل بيها ماسك والتانيه كمان شويه هنقول لكم هنعمل بيها ايه. على النص الاول من ميه الخيار والبطاطس حطينا معلقه من البن، طبعا الكافيين بيساعد جدا ان هو يفتح تحت العين وبينشط الدوره الدمويه، فعشان كده احنا استخدمنا البن. وهنقلبه كده كويس لحد ما يوصل للقوام ده، وهنبدا ان احنا نوزعه تحت العين. الماسك ده تقريبا كلنا محتاجينه لان الهالات مش سايبانا في رمضان، عشان اكيد كلنا نومنا متلخبط، فانتوا ان شاء الله لو عملتوه هيجيب معاكم نتيجه حلوه جدا. وانا عايزاكم تستحملوا الشكل المرعب ده شويه لان احنا هنقعد بالماسك ده شويه حلوين. سوري يا جماعه، احنا اسفين قوي. انا لسه طالعه لكم مناخيري سودا وبعدين عينيا بقت بني وانا مش عارفه احنا رايحين على فين، بس بجد انا العيد هي ضريبه العيد كده، هنعمل ايه بقى؟ واحنا سيبنا الماسك تحت العين ربع ساعه تقريبا، فقلنا نستغل الوقت فعملنا سكراب للشفايف. حطينا سكر وعليه قرفه وعليه فازلين وعليه كمان شويه من زيت جوز الهند.
السكر مكون طبيعي بيقشر الشفايف، وكمان مع استخدام القرفة مهمة جدا بجد في السكرابات بتاعة الشفايف علشان هي بتنشط كده الدورة الدموية، فبعد ما بتغسلوا السكراب ده بتحسوا انه فيه لون حلو، مع ان انتوا اصلا ما كنتوش حاطين اي الوان، فده بيكون من القرفة، لان هي اللي بتعمل الافكت ده كده، ان يعني شفايفكم بتتورد كده او بتدي لون حلو. فعلشان كده انا بحبها جدا في السكرابات بتاعة الشفايف. فاحنا عملنا سكراب كده لمدة دقيقتين، وبعدين شلناه بقى من على شفايفنا وحطينا بنسينول وعليه فازلين للترطيب، وكمان غسلنا الماسك اللي تحت عينينا ده. ودلوقتي هنحط كده اي باتشز احنا هنعملها بنفسنا بميه الخيار والبطاطس اللي كانوا موجودين معانا، وهنحط عليهم شويه تلج برضو عشان تكون ساقعه كده. وهنحط القطن اللي هو اللي احنا بنمسح بيه الميك اب ده او اي مناديل عندكم في الميه، وهنحطها كده تحت عينينا. بترطب جدا وبتدي انتعاش بقى كده، وبتقلل من اي انتفاخات وهالات برضو. سيبناها برضو 10 دقايق كده لحد ما خلاص درجة حرارتها بقت عادية، ما بقتش ساقعة ولا حاجة، شلناها. ودي بجد احسن طريقة ان احنا نهتم بيها ببشرتنا وبتحت عينينا كمان علشان الهالات. ودلوقتي هنبدأ روتين الاهتمام بالايد وبالضوافر. اول حاجة خالص ده شكل ضوافري، وانا كنت حابة ان انا اقصرهم، وعموما انا بستريح اكتر وضوافري قصيرة خصوصا في فترة الدراسة وكده، عشان لما بمسك القلم كتير بحب اكتر ان ضوافري تكون قصيرة. فعموما انا بحب اهتم بايدي وبضوافري حتى لو ضوافري قصيرة او طويلة. فاول حاجة خالص انا بدأت ان انا اجيب طبق وحطيت فيه مية سخنة، طبعا انا مش هحط ايدي فيها وهي بالحرارة دي لسه، يعني هعادلها بمية تانية تكون ساقعة. حطيت فيها شوية شاور جل ومية ساقعة زي ما قلت لكم، علشان ما تكونش ان هي سخنة قوي على ايدي، ولازم ان الحراره تكون ايديكم تستحملها، يعني بلاش ان انتوا تحطوا ايديكم في ميه سخنه قوي. وحطيت ايدي فيها لمده 5 أو 10 دقايق كده تقريبا. دي بتكون خطوه كده استعداديه للايد وللضوافر قبل ما احط لها اي حاجه. فاول ماسك هنعمله هيكون للضوافر نفسها، ده بيساعد على تفتيح الضوافر وبيخلي الضوافر لونها ابيض اكتر. هو عباره عن ليمون وبيكنج باودر، بنقلبهم كده مع بعض وهو بيعمل زي تفاعل خفيف، فده بيقشر الضوافر كده تقشير خفيف جدا لاي طبقه اي حاجه على الضوافر، وبيرجع الضوافر لونها ابيض وحلو جدا. ولو انتوا بتحبوا الضوافر الطويله او عايزين ضوافركم تطول، انا هسيب لكم برده لينك الفيديو اللي فات كان فيه سيروم لتطويل الضوافر حلو قوي. بس احنا دلوقتي بنهتم اكتر بضوافرنا ان هي تكون صحيه، وان هي كمان تكون مترطبه كده وبتلمع. فانا كمان جبت الفرشه دي اللي هي مخصصه للضوافر، وبدات ان انا انضف بيها ضوافري كويس جدا بعد الماسك. وبعدين حطيت ورد ده في الميه، انا كنت ناسيه احطه في الاول، ده ورد مجفف كده بنجيبه من عند العطار، بيخلي ريحه كمان الميه حلوه قوي، فلما بنحط فيها ايدينا بالتالي بتبقى ايدينا ريحتها حلوه قوي. وغسلت كده الماسك ده، وزي ما انتم شايفين الضوافر بجد بقى لونها ابيض جدا وبقت نظيفه. ودلوقتي بقى هنعمل ماسك للايد. الماسك ده حلو قوي، بيقشر الايد وبيشيل كل الجلد الميت من عليها. فهنبدا اول حاجه ب3 معالق من الجيلاتين، ده بتقدروا تجيبوه من عند اي عطار، وعليهم معلقتين من البن، ونبدا نقلبهم كويس جدا. وحطيت عليهم ميه كده بالتدريج بالراحه، ولازم تسيحوه على البخار، فانا حطيته كده على بخار ميه لحد ما ساح. هو ساح بسرعه جدا، ممكن كمان تحطوه في الميكرويف لحد ما يوصل كده للقوام ده. واول ما يبرد على طول نبدا بقى ان احنا نستخدمه عادي على الايد. فانا بدات كده ان انا اوزعه بقى على الايد كلها، وحطيت منه كده طبقه كبيره علشان اعرف ان انا اقشره كويس. وطبعا بهدلت الدنيا، بس عادي استنوه الاول ينشف وبعدين قشروه بقى لو في حاجه اتبهدلت، انما لو كنت مسحته دلوقتي كان هيبهدل الدنيا اكتر. فالمهم استنيته كده بقى ينشف، وعلى حسب الطبقه اللي انتوا حطيتوها قد ايه، هو يعني معايا نشف تقريبا في حوالي ربع ساعه. وببدا بقى ان انا اقشره كده، وزي ما انتوا شايفين بجد التقشير بتاعه اصلا ممتع جدا جدا، وبينعم جدا بعد التقشير، انتوا هتلاحظوا ده. واهم حاجه بس تتاكدوا ان الماسك نشف كويس جدا على ايديكم قبل ما تقشروه علشان تعرفوا تقشروه كويس. يعني اي حاجه حسيتوا ان انتوا مش عارفين تقشروها اعرفوا ان هي لسه ما نشفتش كويس قوي. وزي ما انتم شايفين بجد بيطلع زي الجلد الميت، انا قربت لكم كده من الكاميرا علشان تشوفوا. فهو بجد كان تحفه. بعد ما بخلص بيكون في باقي منه شويه على ايدي، فشطفته طبعا بالميه كويس جدا. واهم خطوه بعد الماسك ده هي خطوه الترطيب، فممكن ترطبوا باي لوشن عندكم للجسم او اي كريم للايد، وعندكم بجد اختيارات وبدايل كتير جدا ممكن تستخدموها، اي لوشن حرفيا او اي كريم للايد. فانا بدات كده احط ده لان هو اتقل حاجه عندي، فانا بحب استخدمه للايد. بدات بقى ان انا اوزعه كده على ايدي، حطيت منه طبقه كبيره شويه. وهحط زيت اللوز الحلو ده. زيت اللوز الحلو من فوائده هو فيه فيتامين اي، فده بيساعد ان هو يقوي الضوافر وان هي ما تتكسرش، فده بيطول الضوافر بشكل صحي اكتر. والخطوه دي كان المفروض تعملوها في الاول بس انا نسيت، هو ان انا اشيل الجلد الميت اللي هو بيكون حوالين الضوافر. ده بيساعد الضوافر ان هي تطول اسرع يعني لو شلتوه، فعلشان كده انا بحب ان انا اشيله، وكمان بيدي شكل احسن. وفي كتير منكم سألني عن حاجة لتفتيح الايد او المفاصل بتاعة الصوابع، هو كريم الكرباميد. هو غير كده كمان في مادة اليوريا، فدي بترطب جدا. اصلا ممكن تستغنوا عن مرطب الايد وتستخدموه على الايد كلها كل يوم عادي بالليل، بيرطب الايد وفي نفس الوقت هو بيفتح. فده بالنسبة لي حاجة كده 2 في 1 بجد تحفة.
انا ركزت بيه كده على المفاصل بتاعه الصوابع علشان انا كنت لسه حاطه مرطب على ايدي، بس هو في العموم ممكن بجد يغنيكوا عن المرطب لان هو بيرطب الجلد كويس جدا. اخر خطوه بعملها هي ان انا احبس الترطيب ده كده بقى كله بفازلين علشان الترطيب ده ما يروحش بسرعه، يفضل في ايدي لاطول فتره ممكنه. وده كده الشكل النهائي للايد بعد ما بقت مترطبه جدا، والضوافر كمان. حاولوا ان انتوا ترطبوا ايديكوا كذا مره في اليوم على قد ما تقدروا. ده بيساعد جدا الايد ان هي اصلا لونها يكون افتح وان هي تكون انعم. ودلوقتي هلبس الجلافز السيليكون، ده بيساعد ان المنتجات تتشرب اكتر وكمان بيساعد على الترطيب كده. واقول لكم على البديل بتاعه كمان شويه، وهو في العموم حاجه اختياريه اصلا، ممكن ما تعملوش الخطوه دي خالص، بس انا بحسها بتفرق. فانا بحط شويه لوشن كده علشان اعرف البس الجلافز بسهوله. والبديل بتاعه هو الجلافزات دي اللي هي بتتباع عادي عند اي حد بتاع الادوات المنزليه او من عند الصيدليه. بتلبسوه برضو في ايديكم وتحطوا بقى عليه جلافز عادي من عندكم علشان يحبس كده الترطيب في الايد. وعموما احنا بنلبس الجلافز نص ساعه بس وبعدين بنشيله. واخيرا بعد ما ال3 ساعات عدوا بدات بقى اشيل الاكياس كده، وما كنتش مصدقه الشعور بجد، كانت دماغي خلاص تقلت جدا بسبب الحنه. رحت بقى غسلت شعري بالشامبو كويس جدا علشان نعمل ماسك ترطيب قوي. وطبعا اللون لسه مش هيبان دلوقتي، هنوريهولكوا في اخر الفيديو، بيبان اكتر في الشمس وطبعا بيبان والشعر نشف، فهنوريهولكوا في اخر الفيديو. ومعذره على ان لبسنا اتبهدل من الحنه، الحنه بجد بهدلتنا، بس بصراحه نتيجتها تستاهل، هتشوفوها في اخر الفيديو. ودلوقتي برضو هظبط القصه علشان العيد، هي كانت طولت شويه وانا بحب اقصها كده بطريقه معينه. هو ان انا اقسم قصتي اتنين واجيب يعني كل ناحيه كده عكس التانية، وابدا ان انا اقصها عند خط الفك بالظبط، فخليت ايه تساعدني. والطريقه دي بقى بتخلي القصه متدرجه وبعدين بتدي فوليوم بقى كده لما بعمل القصه ستايلنج، فبحب الطريقه دي جدا في القص. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض اقوى واحلى ماسك ترطيب، والله هو ده اللي لو عملتوه مره واحده بس هيفرق معاكم جدا. ولو تلاحظوا احنا في الحنه ما حطيناش اي زيوت، فهنا احنا هنحط زيوت علشان نرطب ترطيب عميق. اول حاجه هنبدا ان احنا نحط حمام كريم، ده من الو ايفا، وانتم ممكن تستخدموا اي حمام كريم عندكم، انا هحط لكم كمان بدائل تانية على الشاشه. وممكن كمان تستخدموا بلسم لو مش عندكم حمام كريم. وهنحط عليه جل بذور الكتان، دي بتكون عباره عن ميه وبنحط عليها بذور الكتان لحد ما تغلي كده وتبقى جل. هنحط منها نفس كميه الهير ماسك بالظبط او اقل شويه علشان ما يفصلوش عن بعض، يعني يفضلوا كده متحدين مع بعض. وهنبدا ان احنا نقلبهم كويس جدا جدا. وهنحط عليها بقى من اي زيت عندنا، عشان دايما بيقولوا الحنه ممكن تنشف الشعر او كده، احنا عايزين نتجنب اي جفاف في الشعر. فاحنا حطينا زيت بذور العنب وزيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو، وسيحنا زبدة شيا وزيت جوز هند على بخار ميه لان هما بيكونوا متجمدين في الشتاء، وبرضه ضفناهم على الخليط ده وقلبناه كويس. يا جماعه طبعا فروه راسنا كده ده من الحنه، بس هي بجد هي بتنضف الشعر جدا، بس هي صبغت في فروه الراس، فهي يعني مرتين كده غسيل بالشامبو ولا حاجه وهتروح عادي. وزبدة الشيا اختيارية، لو مش عندكم عادي ممكن تختفوا بالزيوت، بس هي بجد فرقت جدا في الماسك ده، يعني خلت الشعر مترطب اكتر، بس عادي ممكن تستغنوا عنها. بدأنا بقى ان احنا نوزع الماسك على شعرنا، واهم حاجة ان احنا نقسم شعرنا الخصل، ونبدأ ان احنا نوزع الماسك علشان نتأكد ان هو وصل لشعرنا كله. طبعا دي مش اول مره نستعمل جل بذور الكتان في اي وصفه، لان هو اول حاجه بنلجأ لها لما بنكون فعلا عايزين نرطب شعرنا بعد اي حاجه حسينا ان شعرنا فيها ناشف شويه. وهنلبس البونيه بقى، ده ضروري بعد اي ماسك، وهنسيب الماسك على شعرنا نص ساعه. ودلوقتي هنعمل مع بعض كرات الاستحمام، هي زي بادي سكراب كده بس احنا هنعملها على هيئة كرات. فاول حاجة خالص حطينا معلقتين من السكر، عليهم معلقة من جوز الهند المبشور، ومعلقتين من زيت الاطفال، ممكن تستخدموا كمان بداله زيت جوز هند. وحطيت نقطة كده من ملون الطعام الاحمر، ممكن تستبدلوه بدم الغزال، ده بيجي من عند العطار برضو علشان يخلي الخليط في الاخر لونه بينك. وحطيت معلقتين من الشاور جيل، حطوا اي شاور جيل بتحبوه. وبعدين بقلب كده كويس المكونات دي كلها مع بعضها. وانا ضاعفت الكميه، يعني عملت نفس الكميه اللي انا قلتها لكم دي وضفتها تاني على الخليط علشان تكون الكميه ضعف، لان انا وايه فهنحتاج الكميه ضعف. والمفروض على الكميه العاديه نحط 4 معالق نشا، احنا بقى حطينا 8 معالق لان زي ما قلت لكم ضعفنا الكميه. وهنفضل نحط النشا كده بالتدريج ونقلب لحد ما نوصل لقوام عجينه. احنا مش عايزينها تكون عجينه تقيله قوي بس تكون متماسكه. واهم حاجه تحطوها في الفريزر 10 دقائق الاول قبل ما تشكلوها علشان تتشكل معاكم بسهوله. فانا هنا لما ما كنتش حطاها في الفريزر كانت بتسيح مني، بس لما حطيتها في الفريزر وبعدين شكلتها وكل كرة بشكلها بحطها في السكر، فده بقى شكلها النهائي. وجت اكتر فكره ممتعه ان احنا نحضر بيجامات العيد ومعاهم الحاجات اللي هنستخدمها بعد الشغل. طبعا اخترنا ان احنا في العيد نحط البرفيوم التحفه دي، خطيره جدا، ريحتها ورد كده وباودر وريحتها بجد نظافه جدا. وطبعا اهم حاجه البادي لوشن، احنا دايما بعد اي حاجه بنعملها في الشاور لازم تحطوا بادي لوشن علشان ترطبوا جسمكم كويس. والماسك بقى والحاجات دي، وطبعا دي بتكون اكتر فقره ممتعه لان احنا كده بنحس بحماس. ودلوقتي هنوريكم ايه المنتجات اللي احنا هنستخدمها في الشاور بتاعنا. اول حاجه هنستخدمها طبعا هي البلسم، احنا مش هنغسل شعرنا تاني بالشامبو خلاص، يعني هنشطف الهير ماسك كده بميه وبعدين بلسم وخلاص. ودلوقتي هنجرب معاكم الكرات اللي احنا عملناها مع بعض، بصوا شكلها حلو قوي ازاي. بتبتدوا ان انتوا تمسكوا الكوره كده بتعملوها في ايديكم كده لحد ما تتفتفت خالص، وبتبقى معاكم عادي زي البودي سكراب، بتبتدوا بقى ان انتوا تعملوا بيه سكراب. اولا لونها تحفه، ثانيا بجد ريحتها حلوه قوي على حسب طبعا ريحه الشاور جل اللي انتوا هتستخدموه. وبتسيب في الاخر لون حلو وكمان نعومه وترطيب مش طبيعي.
طبيعي بجد. بنبدا بقى نعمل حركات دائريه خفيفه كده لمده دقيقه مثلا، وبعد كده بنشطفه بالميه، وانتم ممكن تستكفوا بكده لان خلاص الجسم بيكون مترطب والشاور جل خلاص نضف الجسم كويس. ولكن احنا برضو مش بنستكفي بكده، وبنجيب بقى الليفه وبنحط شاور جل. الشاور جل ده اللي احنا بنستخدمه من مود، ريحته حلوه جدا. طبعا دي مش اول مره يظهر في الفيديو، استخدمناه في كذا حاجه في الفيديو، فهو بجد حلو جدا وريحته خطيره. وقلت لآية تستناني بعد ما خدت الشاور بتاعها علشان لازم بقى نعمل فقرة الافتر شاور روتين دي كده مع بعض. فاول حاجة طبعا لبسنا البيجامات، البيجامات بجد تحفة وبتدفي جدا. وبعدين حطينا شعرنا في فوط مايكرو فايبر علشان تنشف الشعر من غير بقى ما تسحب كل الترطيب اللي احنا عملناه ده، وبجد الماسك كان مرطب الشعر جدا جدا. دلوقتي بقى هنحط شيت ماسك للوش اللي هو من ايفا، ده بيكون فيه 3 فاحنا اخدنا منه 2. ده ماسك هيلورونيك اسيد، يعني مش تفتيح ولا اي حاجه، هو بس وظيفته ان هو بيرطب البشره حلوه قوي. وبنحاول الفترة دي انا وآية ان احنا نهتم بالعصاير بتاعة البشرة اللي بيكون فيها كلها مكونات مفيدة للبشرة، علشان نهتم كمان ببشرتنا من جوه زي ما بنهتم بيها من بره. فالعصير ده هيكون عبارة عن جزر وبرتقان وتفاح وليمون وجنزبيل. جنزبيل حاجة بسيطة بس ما تكتروش، ضربناهم في الخلاط وصفيناهم كويس لو فيهم اي حاجة، وبعدين بنبدأ ان احنا نشربهم. لو اهتميتوا بموضوع العصاير المفيدة للبشرة ده وبحثتوا في الموضوع وحاولتوا ان انتوا تهتموا ببشرتكم جدا من جوه زي ما بتهتموا بيها من بره، بجد دي حاجة هتفرق معاكم جدا وهتفرق في جسمكم كله عموما وفي شعركم. ده غير بجد ان العصير كان طعمه حلو قوي، يعني طعمه عصير برتقان مع جزر، فبجد ما كناش متضايقين خالص واحنا بنشربه لان هو فعلا طعمه حلو وفي نفس الوقت حاجه مفيده. دلوقتي بقى هنعمل برضو الافتر شاور روتين كده، ان احنا بقى نرش طبعا البرفيوم ده ريحته خطيره، ده اسمه الرحاب، احنا كلمناكم عنه في فيديو مشتريات العيد. وطبعا سرحنا شعرنا وحطينا بديل زيت. وده هير ميست اسمه روزماري، احنا كنا جايبين ست كده فيها 5 روايح مختلفه، بجد ريحتهم حلوه قوي وبيثبتوا في الشعر ومش بيضروا الشعر. قعدنا بقى ربع ساعة بالشيت ماسك وبعد كده شلناه، وكمية الترطيب والانتعاش اللي خدناها من الماسك بصراحة كانت خطيرة. بصوا الجلو والترطيب اللي مديه للبشره لدرجه ان انتوا ممكن بعدها ما تستخدموش مرطب. احنا حبينا نحط مرطب كزياده تاكيد لان ده يعتبر كانه سيرم هيالورونيك اسيد ووراه مرطب عادي. فاحنا المرطبات اللي احنا مستقرين عليها الفتره دي هو مرطب دير للبشره الدهنيه، ومرطب اللي هو بتاع ليفز ده للبشره العاديه والجافه اللي هي بتستخدمه. فدول الصراحه احسن مرطبين بنستخدمهم الفتره دي وماشيين عليهم بقالنا فتره يعني كويسين. وحطينا كمان ليب بالم. ودلوقتي يلا بينا مع طريقه الطاقيه او الدوامه اللي هتفرد الشعر من غير اي حراره. فايه هتعمل لكم توتوريال ازاي بنعمل الدوامه. اول حاجه لو حد عايز يعملها وتظبط معاه لازم يكون الشعر مبلول مش ناشف. فانا طبعا هنا شعري كان مبلول ومغسول، جبت النص الاول واتاكدت ان هو متسرح كويس ورجعته على ورا. دلوقتي بقى مع النص التاني هو ده اللي فيه الشغل كله، فهو محتاج بس تركيز. بس الطاقيه اصلا هي سهله جدا. هنجيب بقى القصه نحطها مع القصه التانيه اللي في الجنب التاني، ونجيب النص ده ونبدا ان احنا نجيبه على قدام بحيث ان الشعر كله يكون لقدام. وهي دي الفكره اللي اصلا بتفرد الشعر من عند الجذور من فوق. فهنجيبه كده من غير ما ان احنا نبوظ الشعر او نقطعه بالشكل ده. وهنحاول ان احنا نحجز الشعر علشان ما يجيش على النص التاني باي حاجه كده، ممكن بنس ممكن كليبسه ممكن اي حاجه، ونمسك كده بايدينا علشان الشعر ما يجيش على الشعر التاني. يا رب بس تكونوا فاهميني لاني مش بعرف اشرح قوي، بس بيتهيألي الطريقه واضحه جدا. هبدا بقى اثبت ببنس، ومش هحط بنس كتير، انا هحط بس لحد ما الشعر يتثبت، لاني لما بكتر بنس كسرات الشعر بتزيد بسبب مكان البنس. فاحنا هنحط لحد بس ما الشعر يتثبت. وهعمل نفس اللي عملته في النص الاول في النص التاني من شعري كده، من النص التاني هحط برده نفس الكليبسه وهمسك بايدي كويس علشان اجيب الشعر على قدام. وهبدا اثبت ببنس، انا بثبت بالبنس واحده من فوق وواحده من تحت علشان الشعر ولا يرجع على ورا ولا يجي على عيني وانا عاملاه. ودي طريقه البنس، واحده لفوق وواحده لتحت. قلت الايه برضو تشرحها لكم بكليبس كده ملونه علشان تشوفوها، ان احنا نحط واحده كده ان هي تمسك الشعر من تحت وواحده تمسك الشعر من فوق. فدي حاجه مهمه جدا علشان الطاقيه تفضل ثابته. وبعد ما بخلص وبتاكد ان انا خلاص شعري اتثبت كويس بالبنس، بلبس بونيه ستان، وممكن كمان لو هتناموا بيها تربطوا طرحه على البونيه ستان علشان البونيه ستان ما يقعش من على الطاقيه. اوكي، علشان نضمن احسن نتيجه للطاقيه هنعملها على الجنبين. بمعنى ان انا دلوقتي لما عملتها معاكم في الفيديو جبت النص ده على قدام ولفتها كده. بعد 4 ساعات او لما انا احس ان شعري يعني نشف شويه بقوم فكاها وجايه الجنب ده والف كده العكس، فاهميني؟ فانتي في بنات ممكن تقعد تعمل كده كل 4 ساعات، بس انا بالنسبه لي بعملها مرتين، يعني مره كده وفكها واعملها مره الناحيه التانيه. دي حاجه. تاني حاجه ان انت حتى لو انت هتعملي شعرك في العيد باي نوع من انواع الحراره اعملي الطاقيه دي، جربي بس ايه اللي هيفرق. هتلاقي ان 70% من شعرك اتفرد. لو انت اصلا فتله شعرك ناعمه هتلاقي شعرك مفرود، وده هيوفر عليكي جدا وانت بتعملي شعرك باي حاجه حراره. انما انت لو بتعملي شعرك من الصفر، يعني تخيلي مثلا انت غسلتي شعرك وقمتي لماه كده ومش مهتميه بيه، وبعد كده قلت انا هعمله بقى ايه بالشوار الاول وبعد كده اعمله بقى بالمكوى وكده، ده هياخد منك وقت ومجهود واجهاد على الشعر. فانت لو عملتي الطاقيه دي هتسهل معاكي جدا، هتعملي شعرك كده على طول. ف البتاع ده خضني. اول ما احس ان انا خلاص شعري كده ثبت على الوضع ده شويه هفكها وهجيب بقى النص ده قدام والف كده بقى بس، ونبقى كده احنا خلصنا الطاقيه واوريكم النتيجه بتاعتها.
وطبعا انا كمان عملت الطاقيه ولبست البونيه الستان، بس ما كناش عارفين نتمالك اعصابنا من الضحك على شكلنا بالمونيهات، بجد كان خطير. وده كده نتيجه الطاقيه بعد ما بنعملها على ناحيه، وزي ما قلنا لكم بنعملها برضو على الناحيه التانية. وبعد الطاقيه بنفك شعرنا وبنحط عليه اي زيت خفيف او سيرم وبنعمله كحكه، علشان كده شعرنا فيه كسرات بسيطه بس بيبان شكلهم طبيعي وحلو. وتاني يوم لقينا ان لون الحنه ما شاء الله بجد حلو قوي في الشمس، فده كان شعري. النتيجه معايا كانت باين قوي اللون، لان شعري افتح من هبه شويه، فما شاء الله بجد من اول مره. واللون ده فانا بصراحه عجبتني جدا. وهبه علشان شعرها اغمق مني فاداها ضي بني خفيف، بس برضو مع الاستمرار الحنه هتفيدها وكمان هتديها لون احلى واحلى. وده بيكون شكل القصه برضو بعد ما بتنشف، بجد شكلها بيكون حلو كده ومتدرج. فبس كده دي كانت تجهيزاتنا للعيد، وده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو. وبس، باي.